فوز منتخب مصر على جنوب افريقيا بنتيجة 1-0. منتخب مصر صعد للدور 16 رسمي خلاص، وبنسبة كبيرة هو اول المجموعة، فهيلاعب بقى تالت من اي مجموعة. لو هو صعد اول هيلاعب اي تالت من اي مجموعة، بنين وبتسوانا والفرقة اللي مالهاش لازمة ديت، فانت هتلعبها. فبنسبة كبيرة برضه انت في دور الثمانية، دور الثمانية، وهتقابل بقى الطحن بقى المغرب، الكاميرون، السنغال، الجزائر، هتقابل فرقة من الفرقة دي. فانت كسبت 1-0، تمام، مبروك وكل حاجه، بس انت اوحش فريق، اوحش فريق. بركز في الجمله ديت. اي فريق رايح ينافس على بطوله افريقيا وحاطط في دماغه اللي هو مثلا بهنافس وهاخدها، شكله حلو في الملعب، شكله حلو وبيلعب، سواء بقى السنغال، الجزائر، الكاميرون، المغرب، اربع خمس، نيجيريا، شكلهم حلو. انت برضو رايح تنافس ورايح عايز تاخد البطولة. اوحش فريق فيهم بتلعب كورة، ولا عندك ولا جملة ولا تكتيك، ولا الكابتن بتاعك اللي قاعد بره قرر الماتش، ولا مجهز سيناريوهات لو اتعادلت، لو خسرت، طب لو كنت كسبان، طب لو طرد من واحد زي ما عمل النهارده. هو انت مفكر لما انت تطرد منك واحد وتطلع مرموش وتنزل لي امام، انت كده يا سلام على الفكر والتكتيك بتاعك؟ انت كده هبل، كده ما عملتش حاجه. انت عامل حاجه بسيطه، قصب بقصب يا معلم. ايه ده؟ محمد هاني اتطرد، طب عند احمد قاعد بره بيلعب باك يمين، ماشي، هطلع مين؟ مرموش الشاب الصغير اللي بيجري، اللي يقدر يجيبهم سرعات، اللي بيعمل لك شكل حلو في الملعب. الماتش اللي فات جاب جول، وهو اللي فتح الماتش، هو اللي كان هو السبب في انك تكسب. تروح تطلعه؟ طلع زي تريزيجيه اللي من وجهة نظري ملوش لازمه، تطلعه وتقوم حاطط مكانه احمد عيد. ما عملتش اي حاجه وشكرا. سيبك من الحته دي، مش هتنزل احمد عيد، هتقوم عامل ايه؟ عزيز، انت بتعرف تلعب في الحته ديت وعرضياتك حلوه وهتعرف تدافع، اتفضل حط هنا. وتنزل حد في نص الملعب، تنزل لي شحاته. شحاته هيقدر يعمل لك شكل حلو في نص الملعب، هيقدر يحتفظ بالكره في رجله، علشان انسب وسيله للدفاع هي الهجوم. فانت بالتالي انت عايز الكره معاك في نص الملعب تبقى في رجلك، مش عايز تتقطع بسرعه زي ما العبط اللي كان بيحصل ديت، شتت وتزحلق وهي ومش عارف ايه وخلاص وماشيه. هيمسك لك كوره تقدر تنقل الحاله الدفاعيه من الحاله الهجوميه بسلاسه، يقدر يشوط، يقدر حاجات كتير. انما لا، انت لغي ده. لا، انا لما اطلع مش عارف مين، او لما اطلع في نص الماتش زي الماتش اللي فات، اطلع في الدقيقه 30 امام عاشور، وانا ابقى انا كده مدرب كبير، مدرب فاهم، وانت مدرب اهطل، اهطل مفيش منك، مفيش. ف سيبك من المكسب، احنا كسبنا وتمام كل حاجه، بس مكسب خادع. الماتش اللي فات كان مكسب خادع، والماتش ده مكسب خادع. حاجه كنت انساها، انت لعبت 100 تقريبا 105 دقيقه، هجمه واحده غير ضربه الجزاء اللي اجت، هجمه واحده بتاعت امام عاشور اللي هي التسديده، وركنيتين، ركنيتين في 105 دقيقه. عايز تفهمني انت؟ ده يا راجل كوبر، اسمه ايه، كوبر، كان بيلعب بيدافع، اللي احنا بنقول عليه بيدافع، كان بيهاجم اكتر، بيهاجم اكتر من كده. هجمه واحده في 105 دقيقه، هجمه واحده. يعني لو ما كانتش ضربه الجزاء ما كانتش هتيجي هنجيب جون اصلا. كمان في حاجه، لما يطلع الجون بتاعك هو نجم الماتش وهو راجل المباراه، اعرف ان انت كنت زفت. لو طلع من الجون او من قلبين الدفاع واحد راجل المباراه، اعرف انت كنت زفت ومضغوط. واحد يقول لي اصل مطرود مننا واحد، يعني ايه مطرود مننا واحد؟ يعني ايه؟ هل الفرقه الكبيره ديت لما يطرد من واحد بيبقى شكلهم كده؟ بيبقوا سايبين الكرة للفريق التاني ويلعب وبتاع وانا اشتت وبتاع بس؟ لا، احتفظ بالكرة في رجلك يبقى شكلك حلو، علشان ما يجيش ما تكونش مضغوط. مش تسيب لهم الكرة وتفضل مضغوط وهجمات هجمات هجمات. بس عدت وخلاص الحمد لله. و... ومبروك منتخب مصر، مكسب مهم، مكسب يعني يدي للكابتن دوت اي رؤية شوية، يشوف هنعمل ايه في الادوار الجاية، يفكر لما نصعد هنعمل ايه. وبس كده.